قبل ما نبداو الفيديو متاعنا باش نطلب منكم تعملوا حاجة في التعليقات اللوطة. اكتب التعليق اللي تحب عليه، كي تكمل زيدوا كلمة هاشتاج أمازيغي. قضيتنا لليوم غريبة وفيها برشا تفاصيل، ما نحرقش عليكم أكثر. كالعادة ما تنساوش اللايك وسبسكرايب والشير، هذا حسابنا للانستغرام، ونخليكم على الفيديو. قضيتنا لليوم باش تهزنا لولاية القيروان وباش ترجعنا العام 2010 في منطقة اسمها منطقة سيسن، وغادي باش نتعرفوا على عائلة عمك علي وزهرة. عمك علي وزهرة اللي توا جابوا 8 صغار، 5 أولاد و3 بنات، بظاهرة معروفة ياسر في الأرياف وخاصة في أواخر التسعينات، واللي هي تكوين عائلة كبيرة رغم اللي الظروف الاقتصادية وإلا الظروف المادية في العادة تكون خايبة برشا. والحاجة ذي عندها برشا تأثيرات مباشرة وغير مباشرة. عدم التوازن ما بين الصغار، يعني فما منهم اللي يقرأ وفما منهم اللي ما يقراش، وهذا بصفة غير مباشرة باش يأثر على مستقبلهم وطريقة تفكيرهم، وهذا الكل باش يكونوا تفاصيل دقيقة جدا في الفيديو مؤلف الجريمة متاع اليوم. بالصغار هذوما باش نتعرفوا على لسعد اللي كان المولود الثاني ما بين الأولاد، وكان محبوب ياسر ما بين اخواته، وخاصة اخواته البنات اللي كانوا يعديوا معاه برشا وقت. ولسعد بما انه واحد من الصغار اللي ما قراوش وقتها، توجه كبقية اولاد المنطقة للفلاحة ما بين جني الزيتون والحرث. هذاك كان المدخول المادي اللي هو، وكان يخدم معاه ساعات اخواته البنات ويخلصهم. الامور حتى توا منظمه وباهيه ما بين العائلات، حتى لين الفتره الاخرى لسعد تعلق بطفله واللي هي بنت خالته وفي نفس الوقت بنت عمه. وفي ظرف اشهر من بعد ما تعرف عليها بالباهي، الزوز قرروا انهم يعرسوا، والحاجه ذي تتسمى مشكله خاصه بالنسبه لعائله لسعد، اللي بالرغم انه القرابه ما بين العائلات الزوز كبيره برشا، يعني كما قلت لكم الطفله تجيب بنت خالته وفي نفس الوقت تجيب بنت عمه، لكن رغم هذايا العائلات الزوز ما همش كيف وما يناسبوش بعضهم، والا خليني نقول على الاقل طبيعتهم ماهيش كيف. وخاصه بالنسبه لعمك علي ما كانش موافق برشا على فكره العرس، بما انه كان حاسس وشاكك اللي العرس هذا نجم ياثر على العلاقه المستقبليه ما بينه هو وولده، ويزيد يعكر ويعقد اكثر العلاقه ما بين العائلات الزوز اكثر من اللي هي معقده. واللي صار انه لسعد وابوه قعدوا اشهر وهما يتناقشوا ويواجهوا بعضهم على حكايه العرس هذه، لدرجه انه لسعد وصل لبيت البرة ايامات وحتى اشهر على اساس انه غضبان وما يحبش يحكي مع دارهم. نهار طويل نهار قصير قال له خذوا لي بنت عمي. قلت لامه وقلت لها ما نجموهمش، نحن طبيعه وهم طبيعه. قلت له انا ما يساعدنيش، اغضب. قعد جي شهرين ولا 3. وفي صباح نهار العيد الصغير لسعد باش يروح لدارهم وفي يده قضيه كبيره، اما المشكله اللي الدار ما كانوش عارفين اللي القضيه هذه هي قضيه الخطبه، بما انه لسعد وقتها كان مقرر انه باش يعمل الخطبه نهارتها. وبالنسبه لبوه توا ما عليه كان يوافق ويوفيها الحكايه هذه، على خاطر الصراعات مع ولده توا طولت برشا، دونك قال في الاخر ميسالش يا خويا خليه يخطبها والبقيه خليها عند ربي. وفعليا اتعدت الخطبه وصار العرس في سبتمبر 2009. العرس اللي ما صارش بسهوله الحقيقه، بما انه سبق وقلت لكم اللي الحاله الماديه ماهيش احسن حاجه في المنطقه هذيك، ولسعد ما كانتش عنده اكل خدمه اللي تدخل له فلوس لازمه تخليه يعرس ويكون عائله ويبني حتى على الاقل بيت يعرس فيها. وذاك علاش الخطبه قعدت تقريبا توا 7 سنين. 7 سنين لسعد قعد يكون فيهم روحه باش لم بالترف فلوس وبنى بيت بحذا دارهم اللي هي اصلا كانت صغيره، يعني تخيل ان عائلته متكونه من 10 افراد وعداو اكثر من 20 سنه يعيشوا في دار متكونه من بيت واحدة وكوزينة. المهم في الاخر لسعد بنى بيت ينجم يعيش فيها مع مرته، من بعد معاونوه عائلته واخواته وزاد اخواته البنات. من بعد العرس بمدة عمك علي للاسف بدا يلاحظ في الحاجات اللي كان خايف منهم انهم يصيروا من بعد العرس. العلاقات بدات تتوتر خاصة ما بين مرت لسعد واللي هي بنت خوه، صارت بيناتها هي وبنات خالتها وخالتها برشا مشاكل. بنات خالتها وخالته هما نفسهم ام واخوات لسعد، باش ما تدخلوش بعضكم في حكاية العلاقات هذه. المهم للأسف المشاكل هذه ما كانتش هي المشكلة الوحيدة، بما انه لسعد بيته بدا يتبدل خاصة مع اخواته البنات، بل كان لاهي بهم برشا، يعطيهم الفلوس يخدمهم عنده ويخلصهم، وديما يعدي أكثرية الوقت نتاعو معاهم أكثر من اخواته الآخرين. لكن اللي بداو يلاحظوا فيه توا اللي لسعد اتبدل كومبليتمون، لدرجة انه وصل يضربهم يفك لهم فلوسهم ويعارك فيهم على ابسط الحاجات اللي يعملوها. حتى كي يخدم يهزنا، انا يزرع الساني يزرع الفلاحة ما عادش كيما قبل، نخدمه ما يعطينيش،
يضربنا فلوس معنا حتى كي نخدموا بها يفكها ويضرب فينا ونعمره يخدم بين الثانية وما يعطيناش كذا حتى نطلبوا فلوس نعطينا باش نكسر رواحنا ولا حاجة يضربنا وما يعطيناش الفلوس. زعرة وعمك علي من لول ما حبوش يتدخلوا ما بين مشاكل الإخوة، لكن اللي بداوا يلاحظوا فيه اللي الأسعد لا بدا يتبدل برشا لدرجة إنه ولا ما عادش يتحكم في أعصابه، بخلاف إنه يضرب في إخواته. تقريبا ولات الحكاية بصفة يومية وعادية، حتى لين نهار من نهارات مرت الأسعد حكيت له اللي بوه طرد أمها من دارهم، والأسعد ما صدق الرب يسمع حكاية كيما هكا ديريكت مشى يجري لبوه وسبه قدام إخواته والناس اللي دايرين بهم الكل. مش هذا بركة كمل بزق عليه حاشاكم ومشى. الأسعد ما عادش يتحكم جملة في روحه، ولا ما عادش مقدر حتى حد في المنطقة ولا مقدر اخواته، وحتى ابوه وامه ما سلموش منه. وحتى اصلا في حادثة اخرى حسب اعترافات امه وصل ضربها بعصاه على سبب تافه جملة. وكل صايب في يدو كتك ويجي يمشي ويسلط علي على كتفي هذا لهنا. هو ضربني حسبته الشاي بالمرة تلفت نلقاه هو. قلت له تحليش تضرب في انت تضربني يا الأسعد تضربني. تحت في الوطاء وقلت له صحي تعيش ولدي رباية والله تربي فيا. لهنا عمك علي قرر انه يشكي بولده بما انه الصبر وفيه عنده. هو فعليا اشكي بيه، لكن حسب رايكم شكون اللي وقف مع الاسعد وخلى ابوه ينحي الشكايه هذه؟ اخواته البنات هما اللي اجبروا ابوه انه يسحب الشكايه، رغم اللي هما اكثر وحدين تعرضوا من الظلم والعنف من عند خوهم. ومش هذا بركه بل كملوا انهم يعاونوه في الفلوس. في مره من المرات جاء طلب منهم 40 دينار باش يمشي يداوي مرته، واخواته ما تردوش انهم يعطيوه المبلغ هذا اللي كان في 2010 تقريبا بفلوسنا توا هي 90 دينار. بالرغم اللي صار الكل كانوا متهانين بخوهم اللي وعدهم انه يرجع لهم المبلغ هذا اول ما بيع الصابه نتاع الزيتون. مشيت الايامات وجات الايامات والاسعد بيع صابه الزيتون بتقريبا سوم نتاع 500 دينار، واخواته البنات سمعوا بالحاجه هذه. اما تعديت اشهر والاسعد ما رجع لهمش فلوس. البنات والاسعد عارفين اللي هما ما ينجموش يطلبوا منه الفلوس بما انه يخافوا منه، خاصه من بعد ما ولا يعنف فيهم في الفتره الاخيره. هذاك علاش الحل الوحيد انهم يكلموا امهم وهي تحاول تحكي معها بالمعقول وتقنعوا انه يرجع لهم فلوسهم. وفي نهار من نهارات الاسعد مشى يقضي لمرته، ووقت اللي كان راجع من العطار امه شافته وشافت القضيه اللي هززها اللي فيها كل شيء يلزم الكوجينه، قضيه متاع 20-30 دينار. لهنا امه وقفته وبدات تحكي معه وتلوم فيه كيفاش ما رجعش الفلوس لاخواته. الاسعد بالطبيعه ما سمعش الكلام هذايا وتنرفز على الاخر، واحنا اصلا قلنا اللي هو ولا يتنرفز على اي حاجه ويفقد اعصابه في ساعه. ومن كلمه الكلمه طلع الكلام اكثر مع امه، خلاها غادي ودخل الدار مشى حتى القضيه، ورجع يجري لامه وخنقها بيد وجبد حجره بيد اخرى وضربها على راسها، خلاها تطيح قدامه غارقه في دمها. تطبس على حجاره بحذاه. انا قلت له سيبني واك سيبني، يهزق الحجره هذيك ويقول لي هاك. ملي قال هكا بالحجر يجي الدم في الحيط، الدم طرق في الحيط. الاسعد باش يخليها كيكه ويمشي. ما بالنسبه لزهره باش يجريوا بها للسبيطار بما انها فقدت برشا دم على خاطر الضربه في راسها ما كانتش ضربه عاديه. وفي الاثناء الخو الصغير الجيراني كان يخدم مع واحد من اقاربه، ولهنا باش يجيه الخبر كالصاعقه وديريكت باش يتوجه يجري الخو الاسعد وباش يعاركه قدام داره. الاسعد اللي كان يستفز ياسر في الجيراني، اما الجيراني كانت عنده خطه اخرى، هذا على الاقل اللي كان باين. بما انهم الزوز كانوا يتعاركوا بالكلام والسبان، الجيلاني كان يستنى في الاسعد يقرب له اكثر، والسبب باش تعرفوه توا. بما انه الاسعد فعليا قرب لخوه وقرر انه يضربه، ولهنا الجيراني باش يجبد سكينه ويدغرو تخليه يتيح على البلاصه قدامه ساكت من غير حتى حركه. وقف خرن وقال له شبيك مش تكبر في عيني. هو رجع خنقني وعطاني كف والاخر جاي يجري يحزوا فيه هذاك الرجال هذاك مازالوا يحزوا فيه، وهو طلع كيفاش خيط له وضربوا هنا ضربوا بالنص. الجيلاني هرب والاسعد زاد خلطوه للسبيطار متاع القروان، بما انه الحقيقه ما تحركش حتى حركه من اللي طاح. وعلى عكس امه اللي منعت من الضربه اللي كلتها على راسها، الاسعد توفى في صدمه كبيره للعائله وفي صدمه زاده للاطباء، على خاطر الجرح ما كانش كبير حرفيا، وبالضبط الجرح كان كبره 17 ملم، يعني تقريبا كان بالكبر هذايا صغير برشا لدرجه انه ما تتوقعش انه الجرح هذايا يخلي عبد يموت. لكن اللي صار انه الضربه جاته في ضربه خايبه خسرته برشا دم من الاعضاء الرئيسيه متاع البدن كيما القلب، الشرايين، الرواري والكبده. والجسد متاع الجثه كان شاحب برشا، اصفر برشا يعني ابيض برشا، ما يدل انه فقد برشا دم. ولاحظنا عليه وجود اثار عنف
متمثلة خاصة في جرح جاي في الظهر، في أعلى جهة اليسار متاع الظهر. الخو الأول الدوام لله، والخو الثاني واللي هو جيلاني توا هارب وحتى حد ما يعرف وين. وعندنا زاد الخو الثالث واللي اسمه جمال كان يخدم في المستير، وأول ما سمع الخبر باش يسيب الخدمة ويهبط يجري للقروان، أما هو في الثنية باش يجي تليفون من عند عرفه ويقولوا راهو خوك الجيلاني وصل توا للخدمة على أساس باش يقابلك، واللي باين إنه خوك هو اللي قتل لسعد وجاي لهنا باش يتخبى عندك. جمال كي باش يوصل للمنطقة ديريكت باش يبحثوه، والحقيقة باش يستعرف ديريكت بمكان خوه جيلاني وين متخبي، باش يتوجهوا للمستير ويلقيوا عليه القابض غادي ويجيبوه باش يبحثوا معاه. في الابحاث باش تصير حاجه غريبه برشا. في المضمون نتاع الجيلاني مكتوب اللي عمره 12 سنه، اما اللي يشوفوا فيه قدامهم مستحيل وامبوسيبل يكون عمره 12 سنه. الجامه واللحيه وتعابير الوجه هذوما متعبد فوق ال20 متعبد بالغ، ولهنا كان لازم انهم يتاكدوا من حكايه العمر هذه، على خاطر من بعد باش تفرق في الحكم وباش تفرق زاده في منظور الجريمه كيفاش باش ياخذوها. وباش يتاكدوا من الاول تواصلوا مع العائله وحبوا يفهموا شنو حكايه العمر هذايا، وعرفوا اللي بوه قيدوا من بعد تقريبا 5 سنين ولا 6 سنين ملي تولد. والحاجات هذوما يقعوا ويصيروا خاصه قبل وفي الارياف. في العاده البلديه تكون بعيده على مقر السكنه، وذاك علاش كيما نقولوا وقت اللي تواتي اتو يقيدوه في البلديه. دونك لهنا ما بقى انهم يحدوا العمر نتاع الجيلاني قداش. ومن الحاجات الرئيسيه اللي تخلينا نعرفوا العمر نتاع الانسان هي السنين، حاجات كيما شكل الاسنان، زرسه العقل، وتفاصيل اللي يعرفوها طب الاسنان النجم نحدوا بهم العمر نتاع العبد. ومن بعد الفحوصات هذيا اكتشفنا اللي عمره يفوت حتى 20 سنه، وحصروه ما بين 19 و 25 سنه. هذوما الكل مكنونا باش نقولوا راهو الشخص هذايا عمره يتراوح ما بين 19 سنه و26 سنه. وتوا من بعد ما عرفنا تقريبا عمر الجيلاني النجم نحكموا عليه كانسان راشد والا بالغ. اما توا بالنسبه للحكم يلزمنا نعرفوا اسكو هو قتله بسابق الاصرار والترصد والا هي حادثه صارت نتيجه العركه. بالنسبه للجيلاني في اعترافاته باش يقول اللي هو ما كانش مخطط انه يقتل خوه، بل وقت اللي يتعارك معاه السكينه لقاها مطيشه وضربوا بها كردة فعل. وفي اقوال اخرى للجيران وعائله انسابهم يقولوا اللي هو ديما يدور بالسكينه، بما انه كان ديما يستعملها في اعمال فلاحيه، وحتى كان ساعات يوكلوه انه يخدم عساس ويحطها تحته على مياتي. المهم الحقيقه التفاصيل هذه ماهيش باش تاخذ بعين الاعتبار ياسر في اقرار الحكم، بما انه في الحكم الاول اللي صدر من المحكمه الابتدائيه باش يعتبروا ان الجريمه صارت كحادثه وباش يحكموا على الجيلاني 15 سنه. اما في الاستئناف اللي صار في سوسه باش ينزلوا الحكم 10 سنين، وباش ياخذوا بعين الاعتبار انه الضحيه كانت عنده برشا سوابق ومشاكل خلته انه يوصل للحادثه هذه. ما نعرفش الحقيقه كيفاش حكموا عليه، اما الحكم النهائي كان 10 سنين، وابارامون توا الجيلاني طليق وحر. استغربنا شويه يعني على ضوء وقائع القضيه، يعني نيه القتل لم تكن متوفره، كانش عنده نيه القتل باش يقتل شقيقه. يعني كانت بمثابه رد فعل على الاعتداء اللي تعرضت له والدته. في قضية أخرى جرت الصراعات العائلية خلات واحد من الأخوة يشد الحبس والآخر يتوفى، وللأسف خليني نقول اللي الصراعات العائلية ليومنا هذا ما زالت تصير في تونس، ومش كان في المناطق الريفية بل زاد في المدن، وهذا الحقيقة قاعدين نشوفه فيه كل يوم. والنجم نقولوا زاد اللي المشكلة الرئيسية إنه الدراسة وإلا خليني نقول الأمية وإلا الجهل هي عامل كبير في الجرائم هذه. وكاهو هذا اللي كان عندي اليوم، ما تنسوش كالعادة اللايك وسبسكرايب والشير، هذا حساب متاعنا على الانستغرام، ونشوفكم في الفيديو الجاي.